بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الرسالة دي بتخص أخونا أو ابننا اللي هو محمد الباشا. هو رسل عتبان عليه لأنه قال لي أنت أسيتني وكده. أنا أسيتك لأنك أنت دخلت نفسك في محل الإساءة يا ابني. أنت يعني معقول أنا رجل عمري 75 سنة أمشي أدعي إني بحمل شهادة هي ما حقتي؟ أعمل بها إيه؟ أنا عندي 5 دكاترة، واحد فيهم بروفيسور في اليابان، في أستاذ في جامعة، وكلمتك أنا. وما محتاج يا الباشا عشان أنت تقول لي أنت خريج جامعة الخرطوم. شنو جامعة الخرطوم؟ جامعة الخرطوم رغم 5800 في العالم. أنا عندي ولد يتخرج منها سنة 2009 كان الأول على كلية الهندسة المدنية. أسأل منه الدكاترة معاك، اسال من الدكتور اللي درسوا في هولندا. انا رسلت هولندا عشان يتعلم لانه طلع اي كلام فارغ. ما في السودان ما فيه تعليم. انا جيت اتعلمت هنا في السعوديه والله العظيم. اللي علموني كوريين والمان، ما لي علاقه بالبلاد. ومشيت اتاهلت والحمد لله بقيت انسان كويس. مهند ولدتها الكليه عندها 5 جوائز، اخذت جوائز ال5 بتاعت مرغني حمزة، وبتاعت سكر كنانة، وبتاعت مشروع التخرج. وأنا أكثر شيء عجبتني فيه من ال5 ديل اللي هي حكاية الطالب المثالي. إنك كونك تاخذ الجوائز كلها وما تطلع مثالي دي ما كويسة. بعد كده والأول على الكلية 135 طالب هو الطب، وما في زول شاركوا في الجوائز. شغلوه مساعد تدريس لمدة 9 شهور خدمة وطنية، وأدوه خطاب تسريح المجند. لما قال لي سرحوني من الخدمة، قلت الحمد لله. مشى شال خطاب التسريح ده المقرن، طلع به بطاقة إنه أدى الخدمة الوطنية. أرسلته على حسابي لديلفيت اليونسكو، جامعة اليونسكو لعلوم المياه. الآن استشاري هنا مع شركة ديفوتيم الفرنسية في السعودية. وهو إن شاء الله بعد 2 3 يكون زواجه. لو أنت في الرياض تعال احضر معنا. تجنبوا ساكت. شفت السودانيين كلكم منفوخين في الفرق، ما في تعليم. والتعليم يا أخي يومتها في جامعة عاملة إعلان في التلفزيون. أنت رجل خريج جامعة الخرطوم، كلية الهندسة المدنية، وين جايبين لك طلبة بالتي سكوير. التي سكوير والمنقل ده كان على زمننا نحن. التي سكوير والطباشير والصبر. الآن الأوتوكاد والمايكروستيش. الناس اتطورت. التعليم في السودان متخلف. دي ما جماعة عاملين جامعة بتخرج طلبة بتاع طب. خدت لهم ترابيزة مقطع لهم فيها قطع بتاعت بلاستيك، ايد بتاعت بلاستيك والجمجمة بلاستيك. يا راجل يا راجل انتوا بتلعبوا على المسلمين ولا شنو؟ دي ما جامعات ودي ما بلد. أي زول يتقابح ويتكلم ينتقد كأنه هو وصل على حاجة. أنا والله جيت البلد دي هنا خريج لي 4 5 شهور، ما بعرف أي حاجة. ناداني الوكيل قال لي أنت هنعينك مدرس في معهد المساحة العالي، معهد المساحة التابع لوزارة الشؤون البلدية. قال لي احنا لما جينا هنا كانت البلديات تابعة لوزارة الداخلية، وكان الوكيل بتاعنا المسؤول عننا وكيل وزارة البلديات، وكيل وزارة الداخلية الشيخ عبد الله السديري اللي هو خال الملك سلمان. فقضينا فيها لحد ما جات اترفعت لوزارة الشؤون البلدية والغروية. من اترفعت لوزارة الشؤون البلدية والغروية نادوني قالوا لي يا أخي أنت جيت كيف؟ قلت أنا جيت بالطيارة وبالتأشيرة. كان جاء وفد نازل في هيلتون عايز يتعاقد مع مهندسين ومساعين.
فكان التوصية من هنا صادرة إنهم يا جماعة نحن دايرين مهندسين ومساعين من المعهد الفني، لأنه ما دارين إنهم بتاعين دراسات وتصاميم وابتكارات، دارين إنهم يكونوا في الطبيعة. أنت دائما كده، أصل التعليم كده يعني. حتى في إنجلترا النورث إيست كوليدج اللي جابوا الإنجليز خدوه هنا، قالوا ده اسمه المعهد الفني، اللي هو ممكن يسموه نورث ايست كوليدج اوف لندن يونيفرسيتي، وفي السودان يسموه نورث، عليه يسموه ساوث. يا اخي ما بالضروره نحن كلنا نكون جامعيين، مع انه حسين شوف مكتوب شنو في الشهاده دي، معهد المساحه العالي. شوف الناس دي وساختهم، دي ناس التعليم العالي، ده مصلحه التعليم العالي. ضرار صالح ضرار ده من جماعة ناستريك. أنا قابلته كان ماسك هنا مدير شركة تويوتا، كنت ماشي الحج اشتريت منه سيارة عليه رحمة الله، توفى رجل يعني فاضل يعني. ما قالوا لنا أنتوا خريج تبع جامعة الخرطوم ولا تبع المعهد الفني؟ طبعا نحن تبع شنو؟ قالوا معهد المساحة العالي. معهد المساحة العالي بعد سنتين داب، بقى كلية هندسة المساحة جامعة الخرطوم، مش جامعة الخرطوم. أنا جيت هنا قدمت أوراقي، السعوديين قالوا لي أنت تخرجت من وين؟ قلت له المعهد المساحة العالي. قالوا لي ما عندنا، لا نحن عندنا المعهد الفني، عندنا جامعة الخرطوم، عندنا جامعة الغير الفرع، أصلا ما سمعنا بالاسم ده. قاموا أرسلوه للجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي السعودي، يمكن ما أخذ له سنتين. أنا قلت سألتهم قلت يا جماعة القصة دي طولت ليه؟ قالوا لي نحن جبنا أسامي الأساتذة درسوك، وجبنا السيلابس، وجبنا الايه، وغيمنا كل حاجه. كتبوا قالوا شنو؟ قالوا ان الدبلوم العالي الصادر من معهد المساحه العالي التابع لجامعه الخرطوم. شوف كلمه التابع لجامعه الخرطوم ده انا ما في زول اداني له، انا ما في زول قال لي انت تخرجت من جامعه الخرطوم. عرفت اني انا تابع لجامعه الخرطوم بعد ما صدر الخطاب ده، بعد 6 سنوات من وصولي للسعوديه. يعني السودانيين دول نصهم وصول شديد خلاص. نقرا لكم تاني: ان الدبلوم العالي الصادر من معهد المساحه العالي التابع لجامعه الخرطوم والذي مدته 4 سنوات. الصعاليق ديل بتاعي الوساط، انت يا اخي خريج جاري لك جنزير سنتين. انا كنت درست مواد ما في شيء الشيطان ما درسه. شفتوا الكلام اللي في الكمبيوتر ده، البروسيس اللي بيسوي البروسيسور، المعالج، مش في الكمبيوتر في حاجه اسمها المعالج ولا ما بتعرفوا؟ اسمه البروسيسور ده. نحن زمان كنا بنشتغل بالورق. دكتور ادم بابكر جولوسكس ميثودز كده، امشوا اسالوا وقولوا شنو جولوسكس ميثودز. تعلمنا تعليم بمستوى عالي. جابوا لنا ناس ايجي روسا يمكن الانجليز ادونا له كيف انا ما بعرف. يعني هو مش بس مهندس مساحه، هو مرجع للناس بتاع الفيلو رويال شيب اوف تشارتر سيرفيرز. نجي القرار الصدر يوم 6 شهر 9 سنة 1401، وشوف أنا مشيت 1394، يعني في السنة السابعة صدر القرار ده. بيقول شنو؟ إنه الدبلوم العالي اللي هو مكتوب هنا فوق شهادة الدبلوم الحاصل عليها سلمان إسماعيل بخي، بس ما كتبوا الرباطات بليه ما بعرف. الكلام ده أرسلوا منه؟ أرسلوا المدير بتاعي للتعليم العالي اللي هو أنا كنت في حاجة اسمها مصلحة مياه ومجار الرياض. جينا في الراتب قالوا يا أخي نحن ما بنديك راتب مهندس. ليه؟ قال لي لأنه أنت هنا مكتوب عندنا دبلوم. قلت له الدبلوم ده احنا طلعنا من الدبلوم 4 سنوات، ده BSc امبلوي يا جماعه. زول اللي بيتخرج من 4 سنة بيعتبر مهندس وظيفيا مهندس، لكن لو داير يحضر للماجستير يعمل سنة 5 اللي هي السنة بتاعت الامتياز.
المهم جاء لجنة المعادلة، جاني واحد جاري من شؤون الموظفين قال لي تعال والله الليلة جاء خبر سمح بالنسبة لك يا أبو المدثر. الزمن ذاك كنت تزوجت وولدت مدثر، وكان قالوا لي اقعد امسح اغسل الملابس، سايب اقعد اغسل واكل. كل ما لما يكون عندك مسؤوليه وزوجه واولاد بتتكسر. عشان كده الواحد فيكم لو ناوي يقرا او يتعلم ياخر الزواج شوي. القرار صدر قرار 1400 على 9 على 12 إن الدبلوم العالي الصادر من معهد المساحة العالي التابع لجامعة الخرطوم والذي مدته 4 سنوات بعد الثانوية العامة، 4 سنوات بعد الثانوية العامة في المساحة الأرضية يعادل مؤهل البكالوريوس وظيفيا. دي ترجمتها BSc employee. BSc شنو وظيفيا وليس علميا. أنا ما داير أدعي، لكن لو داير بس بعمل سنة أمشي حسي جامعة السودان ولا جامعة الخرطوم أقعد معاهم سنة، لكن أعمل بشنو عمري 75 سنة إلا أدخل بالقبر. يا جماعة هنا المعلومات العضوية دي تابعة لهيئة. بعد كم سنة تاني قاموا السعوديين عملوا حاجة اسمها الهيئة السعودية للمهندسين، وأي زول مهندس يقدم أوراقه من جديد في حاجة اسمها الداتا فلو. بتمشي تحصيل نادي، كنت رسلت عليهم فقاموا صنفوني. شوف هنا في التصنيف مكتوب شنو؟ مهندس. كتبوا بس مهندس. مشيت الجوازات عشان يغيروا لي الإقامة، مهندس شنو قالوا لي؟ نعم نغير لك، أنت مدني ميكانيكال إلكتريك. مشيت عدلتها، راحوا دخلوا كتبوا مهندس مساحة عامة. فأنا برسل الرسالة دي لولدنا ده اللي اسمه محمد الباشا، قال لي أنت شتمتني. حقينا بعد مرات كده وقت أزعل بطلع من الخط. كبرنا يا ولد الباشا يا أخي، أنتوا كمان ما أعملوا حسابكم ليه على حماس يا أخي. زول 75 سنة لسه، أنت برضك ما صغير يعني. أنا ما كنت مفتكرك يعني، أنا افتكرتك من الواد الصعاليك ده ساكت اللي هم الحايمين في الواتساب ده بشتموا في الناس كبير صغير. المهم ده الدبلوم وده المعادلة السعودية، ودي هنا قصة عضوية. العضوية سارية ومهندس دي كده. أنا بحاول أطلع عليك وأرسلها لك إن شاء الله. أو عندك شفت الرقم ده المكتوب فيه 40292 رقم العضوية ده، خش في الجوجل بيطلع لك في الهيئة السعودية للمهندسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعتذر عنك انت ذاتك ما قليت ادبك علي يعني. انا لو لميت فيك وكنت ما بشتمك يعني، كنت بديك حاجات كويسه جدا. يلا مع السلامه. العفو والعافيه وعفو منا.